المبيد اللي انت رشيته على حشرة باقي الفراش ممكن يكون السبب انك بدأت تلاقي الحشرة موجودة في اماكن تانية جديدة. قبل ما تفهم الجملة دي غلط، مش كل مبيد بيعمل الحركة دي، ومش كل حركة للحشرة بعد الرش معناها ان الاصابة انتشرت. اللي ممكن يحصل ان بعض المبيدات السريعة خصوصا مع مجموعات من حشرة باقي الفراش عندها مقاومة للمادة دي تزعج الحشرة او تطلعها مؤقتا من مكانها، لكن من غير ما تقتلها. وهنا المشكلة، فتسيب الحشرة الشق اللي هي كانت مستخبية فيه وتطلع تدور على مكان تاني اكثر امانا من غير لما تموت، فتفتكر ان بقى عندك اجيال جديدة. بس اللي حصل ان جزء من الحشرات لما بدات ترش بدات تطلع من الاماكن بتاعتها وتدور على مكان تاني تقدر تستخبى فيه. وخلال اكتر من 10 سنين في التعامل مع حشره باقي الفراش، من اصعب الحالات اللي بنقابلها مش دايما الحالات الاقدم او اللي عندها اصابه بقالها فتره كبيره. ساعات بتكون الحالات اللي الحشره اتعرضت فيها لرش عشوائي كتير، لانك ما بقتش تتعامل مع اصابه مستقره موجوده في نقطه معينه. ممكن تلاقي الحشرات بدات انها تتوزع في اكتر من شقه واكتر من مكان اختباء. ده غير كمان انها اكيد اتحركت بعيد عن السرير اللي انت مغرقه المبيدات، او ممكن تكون بدات تستخبى في اماكن انت اصلا ما تتوقعش ان هي تبقى موجوده فيها. وده بسبب فكره انك انت تجيب مبيد وترش على الحشره اللي انت لاقيها او اللي انت بتشوفها بشكل فوري. ما عندكش خطه للمكافحه، انت فعلا هتقتل الحشره اللي انت شايفها لكن ما تعرفش الرش ده وصل لفين وحرك ايه. والاخطر كمان ان في ناس كتير بتستخدم مبيدات اعلى من التركيز اللي مكتوب عليها وبكميات اكبر، او تكرر الرش كل يومين، او حتى تستخدم بيروسول في الاوضه كلها. ومع ان الرذاذ بتاع البيروسول مش هيوصل لكل الاماكن اللي الحشره مستخبيه فيها، فبتزيد المعامله في الاماكن المكشوفه وتفضل اماكن اللي الحشره مستخبيه فيها المخفيه ما اترشتش او ما تعرضتش اصلا للمبيد. عشان كده قبل اي معالجه لازم تعمل خريطه في دماغك لاماكن تواجد الحشره. هي الحشره دي موجوده فين بالظبط دلوقتي؟ هو النشاط بتاع الحشره موجود في سرير واحد ولا موجود في اكتر من سرير؟ موجود في غرفه ولا موجود في كل الغرف؟ ايه الاماكن اللي اتعرضت لرش قبل كده وتعرضت بمبيدات شكلها عامله ازاي؟ ايه المواد الفعاله اللي اترشت عندك في المكان؟ وايه الاماكن اللي مفيش دليل ان العلاج اصلا وصل لها؟ وبعد كده تبدا تحدد العلاج والطريقه حسب الحاله اللي موجوده. لان هدفنا مش اننا نخرج حشره باقي الفراش من المخبأ بتاعها او اننا نقلل كثافه العذاب، بس هدفنا ان الحشره لو خرجت من مكانها تتعرض للعلاج فتبدا تتاثر بيه، وفي نفس الوقت نعالج الاماكن اللي ممكن الحشره تكون مستخبيه فيها اللي هي بؤر القاتل. لو بدات تلاقي حشرات جديده في اماكن انت ما كنتش رشيتها قبل كده، ما تستنتجش فورا ان الاصابه عندك زادت، لكن برضه ما تكملش بنفس الطريقه اللي انت ماشي بيها. ارجع افحص المكان تاني من اول وجديد، شوف فعلا انت وصلت للحشره نفسها ولا رشيت بشكل عشوائي، لان المبيد المفروض يكون جزء من الخطه مش سبب يخلي الاصابه تغير العنوان بتاعها. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معايا.